شايفين السردين الزبده ده؟ بصوا بقى، بسم الله ما شاء الله. ب 70 جنيه تعملي احلى سردين مخلل زبده في البيت زي الفسيخ. شايفين شكله؟ بصوا شكله بيتكلم عن نفسه. وانا فاتحه لكم واحده اهو. يلا من غير كلام كتير نشوف الطريقه والمقادير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا اخواتي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني، يا رب تكونوا بخير واحسن حال. طبعا ملك كانت عايزه سردين مخلل. قلت لها انا ما اقدرش ازعلك يا رحمه يا ملك، ولا اقدر اكسر لك كلمه. فنزلت السوق عشان اجيب السردين المخلل. لقيت السردين العسل القمر ده الكيلو بكام؟ الكيلو ب 70 جنيه، واللي عليه قشر الكيلو ب 60 جنيه. فانا جبت كيلو ب 70 جنيه، بس انا حرام لما اعمله ومحدش هياكل منه. طبعا عارفين ان احنا داخلين بصرف النظر بقى الفيديو هينزل لكم امتى. النهارده اللي انا بعمل الفيديو ده كان النهارده اول يوم شعبان. كل سنه وانتم طيبين يا رب، وربنا يعود علينا الايام بخير كلنا اجمعين. فطبعا احنا بنصوم 3 ايام في الاخر، 3 ايام في النص، خميس واثنين. فاحنا مش هناكله. فانا عشان ان انا ما اعملهوش من دلوقتي واسيبه للعيد، هو مش هيجرى له حاجه، بس هيحتاج زيادة عن اللزوم. وانا ممكن برضه اخلله كله وانضفه خالص، وبعد ما اخلله وانضفه خالص واحطه في البرطمان واحفظه بالزيت مش هيجرى له اي حاجه. بس انا حبيت ان انا اعمل لملك ما زعلهاش. وفي نفس الوقت حبيت ان انا هعمل فيديو مخصوص بتخليل البسارية وتخليل السردين وتخليل الفسيخ. هيبقى مع بعض الثلاثه ان شاء الله باذن الله. لو هعمله قبل العيد ب5 ايام ولا ب6 ايام هتاكلي منه في العيد، هيبقى في منتهى الجمال. فانا حبيت ما ازعلهاش برضو. وعملت ايه دوت؟ نضفتهم. هنعملهم صينيه كده بالثوم والليمون كده في مره، يا اما بالخضار يا اما بالمقلي زي ما يكون. وطبعا التانيين هنا انا غسلاهم من بدري وسايباهم ينشفوا. منشفه السردينيه كويس قوي. عندي بقى هنا ايه، افتح الخراشيم كده بتاعت السمكه كده السردينيه. احط حبه كده هنا، ماشي، وحبه كده هنا. نحط حبه ملح كده. ده الملح ده على ايه؟ ملح عادي خالص بشطه بكركم، مفيش اكتر من كده. حطيت حبه ملح في قلب الكيس. نفتح الخراشيم كده زي ما انتوا شايفين كده. اهم حاجه السردينيه تتغسل كويس وتتصفى كويس من الميه. زي ما انتوا شايفين كده حاطه حبه ملح ايه في قلب الكيس اهو. وهعمل كده. شفتوا الكيلو؟ بصوا الكيلو بسم الله ما شاء الله. كام واحده اللي في الطبق متنضفين دول؟ انا معايا 4 مخللين. كام واحده؟ 6 في الطبق. 6 في الطبق. وادي 4 يبقى 10. الكيلو عمل لي 10 ب70 جنيه. احنا بنجيب الاتنين الصغيرين شوفوا بتاع مبلغ وقدره. وشوفوا ده سردين بلدي، يعني حاجه كده بسم الله ما شاء الله بقى. يعني مش سردين كبير. انت حابه تجيب السردين الكبير الكيلو ب50 جنيه النهارده في السوق. السردين الكبير الكيلو ب50 جنيه في السوق. ده سردين بلدي. بصوا انا هعمله لها اهو عشان تاكل منه قبل ايه، قبل رمضان. زي ما انتوا شايفين كده اهو. وريهم كده، قربي لهم الكاميرا كده ودخلي لهم الكاميرا كده جوه كده. قربي لهم كده اهو. ده بالظبط 5 ايام تاكلي منه. زي ما انت شايفه كده. قربي كده، هاتي لهم الكاميرا كده، هاتي لهم الصوره واضحه كده. ولا احط خل ولا احط ليمون ولا احط اي حاجه، لان بصوا بسم الله ما شاء الله. اقسم بالله انا عملت البساريه ما قعدتش، وعملتها تاني. بس المره اللي انا عملتها، فاكره لما انا عملت شلت الدماغ والبطن؟ اه. كانت فسيخ. شلت الدماغ بقى بتاعت البسارية خالص ببطنها وغسلتها كويس وسبتها في المصفى طول الليل تتصفى. وقمت جايه منشفاها بمناديل ورق، ما خليتش فيها ميه. وعملتها قسما بالله العلي العظيم. اخواتي جم واختي بتاعت القاهره خدت بقيه البرطمان وهي ماشيه. وعشان ما ازعلش ملك حبيت ان انا ايه، اطلع بقى الهواء اللي في الكيس كده كله. ماشي اهو. قلت بس زي عشان ما تزعلش اهو. اهو. وكل يوم اقوم جايه عامله ايه اهو. كيس كمان اهو. نطلع الهوا كده. بالظبط اليوم الرابع هنفتحه مع بعضنا وهوريكم عليه. لما افتح عليه هوريهولكم اهو. ان شاء الله سردين العيد وفسيخ العيد انا اللي هعمله في بيتي. مش هعمل حاجه مش هجيب حاجه من بره، حتى لو مش هتوفري حاجه. يعني السردين ده ب70 جنيه. انت بتيجي تجيبي السردين الصغير ده بلدي، بتيجي تجيبيه بتلاقي الكيلو معدي 120 جنيه عند بتوع الفسيخ والسردين والرنج اهو. اقوم جايه قافله عليه العلبه كده زي ما انتوا شايفين عشان ما يطلعلوش، ما فيش اي ريحه، مش هيبقى اي ريحه. زي ما انتوا شايفين كده. وهناكل فيها نفتح عليه بعد 4 ايام، وان شاء الله باذن الله ان شاء الله باذن الله هفتح عليه واوريكم عامل ازاي ونكمل الفيديو مع بعض.
بصوا بقى، فتحنا على السردين بتاعنا ان شاء الله باذن الله هيبقى زبده ان شاء الله. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. انا كنت بقلبه كده، ثانيه اجيب المقص. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. عسل. ليه نشتريها من بره ولا نشتري حاجه من بره واحنا بايدينا نعمل كل حاجه في بيتنا؟ الاضاءه ظالمه والله لا مش عارفه ليه هو غامق، ليه مش باين اصفر دهبي كده في الفلاش يا ملا. لا ثواني. زي ما انتوا شايفين بصوا، بسم الله ما شاء الله. يلا نطلع واحده كده ونشوفها. بصوا بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله. هعمل بقى اطلعها دلوقتي كده كله من العلبه. بصوا السردينه البلد، العسل، الزبده. ليه تشتري الكيلو من بره ب 120 جنيه وهو ما كلفناش ايه؟ كيلو بايه؟ كيلو ب 70 جنيه اهو. كيلو ب 70 جنيه عملنا. بصوا احلى سردين بلدي. نضف كده، نقطع كده الراس كده زي ما انتوا شايفين كده، ننضفه بكل سهوله اهو. بصوا القشره بتتشال اهو اهو. القشره طالعه بسم الله ما شاء الله زي ما انتوا شايفين اهو، بالبطن بتاعها كله اهو. اصبح السردين بتاعي جاهز على الاكل اهو. بصوا السردين والله العظيم فسيخ يا جماعه اهو. بصي يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش الاشتراك في القناه وفعلوا زر الجرس يوصل لكم كل جديد.